النهاردة في حكايات البشر والحجر هنروح لقلب القاهرة القديمة عشان نزور واحد من أقدم وأعرق وأجمل مساجد القاهرة، تحفة معمارية من العصر العباسي، جامع أحمد ابن طولون. هنروح من ميدان السيدة زينب، نسلم على ستنا المشيرة رئيسة الديوان الأول، ونتمشى لحد المسجد. تعال معايا نتمشى في شارع أدري، ومجرد ما هتدخل الشارع هتشوف الجامع في آخره من بعيد. مبنته المميزة واقفة من بعيد شاهد على عصور كتير، تغيرات مرت على المنطقة المحيطة والمحروسة كلها، لكن هي واقفة زي ما هي، كأن الزمن تجمد بيها في النقطة دي. دخل ابن طولون مصر واليا عليها يوم الأربعاء 7 من رمضان عام 254 هجرية، الموافق 15 سبتمبر عام 868 ميلادية. وقتها السياسة كانت إن اللي يتولى السلطة في مصر أكتر من شخص عشان يراقبوا بعض، فكان في عامل للخراج مسؤول عن جمع الضرائب وإرسالها لمقر الخلافة العباسية، وعامل للبريد وده بيراقب أعمال كبار الموظفين وسلوك الناس ويعلم الخلافة بذلك. أما الثالث فكانت مهمته القضاء. وبمجرد ما استقر أحمد بن طولون في الفسطاط اصطدمت مصالحه مع القوى دي كلها. أحمد ابن طولون مؤسس الدولة الطولونية، وهي إحدى الدول المستقلة عن الدولة العباسية. تمثل الدولة الطولونية أول تجربة حكم محلي بتحكم فيه أسرة أو دولة حكما مستقلا عن حكومة الخلافة العباسية المركزية. تعاقب على حكم مصر عدد من أفراد أسرة ابن طولون حتى تم إنهاء الدولة الطولونية على يد محمد ابن سليمان الكاتب. استطاع أحمد بن طولون استغلال موارد مصر استغلال حكيم، فاستطاع أنه يقيم نهضة شاملة في مصر تمثلت في وجوه كتير. أولا العمارة، بناء القطائع. ضاقت الفسطاط والعسكر على ابن طولون وجنوده، ففكر في بناء عاصمة جديدة وسماها القطائع. بناها متأثرا بنمط العمارة في سامراء التي نشأ فيها. اختار أحمد بن طولون لمدينته المنطقة الممتدة من جبل يشكر وسفح جبل المقطم، حيث حرص على أن تقوم المدينة الجديدة على مرتفع من الأرض، وبكده كانت أعلى تجمع عمراني في مصر. بعد تأسيس المدينة أنشأ فيها أحمد بن طولون قصره الضخم وجامعه الشامخ ودار للإمارة وجنبه جامع، كان بينهم ساحة فسيحة كانت ملعب له ولقادة الجيش، كما أنشأ المستشفيات والبيوت. مدينة القطائع قسمت إلى أقسام سمي كل منها قطيعة، وكانت كل قطيعة تسمى باسم الطائفة التي تسكنها، فكان قواد الجيش بيقيموا في قطيعة خاصة بهم، وأرباب الصناعات والتجار في قطيعة أخرى، وأصحاب الحرف في قطيعة ثالثة. وعشان كده سميت المدينة بالقطائع. تشغل القطائع القديمة أحياء القاهرة الحالية، السيدة زينب والقلعة، الدرب الأحمر، والحلمية الجديدة اللي أنا بكلمكم منها دلوقتي. أنشأ أحمد بن طولون قصره في موقع ميدان القلعة الحالي، وده اللي اندثر تماما. بدأ في بناء القصر في شعبان عام 256 هجرية، يوليو 870 ميلادية. يحكى أنه من ضخامته كان له 40 باب. القصر اللي كان بمثابة نواة لمدينة القطائع. جامع أحمد بن طولون. جامع أحمد بن طولون بيعد من أشهر جوامع مصر، وهو من أشهر أعمال أحمد بن طولون. أما عن سبب بناء الجامع، يحكي كتاب القاهرة جوامع وحكايات أن ابن طولون كان يصلي في مسجد شديد الضيق، ولهذا قرر أن يبني المسجد. في كمان رواية عن حلم شافه ابن طولون، ويمكن يكون الحلم ده هو أحد أهم أسباب بناء المسجد.
حيث رأى ابن طولون أن الله تعالى تجلى لجميع القصور المحيطة بموضع جامعه ولم يتجلى للجامع، ففسر له المفسرون: يخرب ما حول الجامع ويبقى قائما وحده. وعندها بنى المسجد، وبعد بنائه وعندها بنى المسجد. وبعد بنائه رأى ابن طولون حلم آخر، أن نارا عظيمة التهمت المسجد، فبشره المفسرون لما قص عليهم الحلم أنه تقبل من الله، حيث كانت النار رمزا لقبول القربان في السابق. يعتبر جامع أحمد ابن طولون شيخ الجوامع بلا منازع، إذ أنه أقدم مسجد باق على حالته الأصلية بشكل كامل مع بعض الإضافات المملوكية، على عكس جامع عمرو بن العاص مثلا، اللي محت التجديدات والتوسعات مع علمه الأصلية تماما. أنشأ الجامع الأمير أحمد ابن طولون في الفترة بين عامين 263 هجرية إلى 265 هجرية. أنفق ابن طولون 120 ألف دينار في بنائه. تم البناء على مساحة 6 أفدنة ونصف. أول ما تشوف الجامع من بعيد تشعر برهبة وخشوع عظيم، وأكتر شيء هيلفت انتباهك هي مأذنة الجامع، مظهرها الفريد في العمارة الإسلامية المصرية. المئذنة اللي بتتألف من قاعدة مربعة تقوم عليها ساق أسطوانية يلتف حولها من الخارج سلم دائري لولبي عرضه 90 سنتيمتر. يعلو الساق الأسطوانية للمأذنة طابقان مثمنان تتوسطهما شرفة بارزة تحملها مقرنصات، وهذان الطابقان المثمنان من الطراز المعماري الشائع في عصر المماليك. أما بقى المهندس اللي كان مسؤول عن البناء فهو مهندس مسيحي يدعى سعيد ابن كاتب الفرغاني. ما هي البلد دي كده، مسلم يرمم كنيسة ومسيحي يبني جامع. ما هي البلد دي كده، مسلم يرمم كنيسة ومسيحي يهندس جامع. لما بدأ البناء قال له أحمد بن طولون: أريد مسجد إذا احترقت مصر بقي، وإذا غرقت بقي. وبالفعل كان له ما أراد. عندما غزت الدولة العباسية مصر في أواخر عهد موسى هارون وسويت القطائع بالأرض، لم يبقى منها سوى المسجد. البيمارستان الطولوني. يعد البيمارستان الطولوني من أوائل المستشفيات الإسلامية في مصر. أنشأ ابن طولون بيمارستان سنة 259 هجرية 872 ميلادية لمعالجة المرضى مجانا دون تمييز بين الطبقات والأديان. ألحق به صيدلية لصرف الأدوية. يدخل المريض المستشفى تنزع عنه ثيابه وتقدم له ثياب أخرى. يودع ما معه من مال عند أمين البيمارستان، ويظل المريض تحت العلاج حتى يتم شفاؤه. وكانت دلالة شفاء المريض قدرته على أكل رغيف كامل ودجاجة، ساعتها بس يسمح له بمغادرة المستشفى. كان ابن طولون بيتفقد المستشفى بنفسه، يتابع علاج الأطباء ويشرف على المرضى. البيمارستان كلف أحمد ابن طولون 60 ألف دينار، وكانت فيه خزنة بتحتوي على 100 ألف مجلد في سائر العلوم. مؤسسة راقية في زمن كانت أوروبا لا تعرف فيه الاستحمام. مثلا أول ما هيلفت نظرك عند دخولك الجامع هي الساحة الضخمة المفتوحة المحاطة ب 129 قوس مدبب. الأقواس المدببة اللي كانت أول مرة تظهر في العمارة المصرية. الأقواس اللي كانت مدعومة ب 400 عمود رخامي، كل عمود منهم مزين بزخارف نباتية دقيقة.
الجدران مغطاة بنقوش جصية فيها أشكال هندسية وكتابات كوفية. لكن اللي هيسرق قلبك بجد هو 128 شباك. تخيل، كل شباك في المسجد ده تصميمه مختلف عن التاني، زي ما يكون كل واحد فيهم لوحة فنية مستقلة بذاتها. الشبابيك مصنوعة من الجص وفيها نقوش مفرغة بأشكال زي النجوم والزهور والخطوط الهندسية. ليه 128؟ في ناس بتقول إن الرقم ده كان رقم رمزي، يمكن عشان يمثل عدد آيات سورة البقرة، أو علشان يعكس التنوع الفني اللي أحمد بن طولون كان بيحبه. الشبابيك ما كانتش بس زينة، أكيد كانت بتقوم بوظيفتها في التهوية والإضاءة. النور كان بيخش زي أشعة سحرية تخلي المكان يلمع في ضوء الشمس. في قصة حلوة عن الشبابيك دي. بيقولوا إن أحمد بن طولون طلب من الفنانين يعملوا كل شباك بشكل مختلف عشان يعني يستعرضوا قدراتهم الإبداعية، زي ما يكون كل فنان ساب بصمته في قلب الجامع. في أسطورة شعبية إن في واحد بس من الشبابيك دي فيه سر، نقوشه بتدل على مكان كنز مخفي. الشبابيك دي كانت بتخلي المسجد مريح جدا في الصيف، لأن الهواء بيعدي من النقوش المفرغة. يعني تصميم عبقري وعمل فني في نفس الوقت. ولما رجعت مصر تحت سيطرة الدولة العباسية، المسجد بدأ يهمل. وفي العصر الفاطمي في القرن العاشر استخدموه كمستودع لبضائع التجار. في القرن ال13 المماليك رجعوا رمموا أجزاء منه، بس الزلزال اللي كان سنة 1303 ميلادية خرب السقف وبعض الأقواس. في القرن ال19 الفرنسيين حولوا المسجد لمخزن أسلحة. في أواخر القرن ال19 الخديوي إسماعيل أمر بترميمه، وفي القرن العشرين الحكومة المصرية قامت بترميمات كبيرة وواسعة، أصلحوا الأقواس ورجعوا لمعان الرخام وحافظوا على الشبابيك والمئذنة. والنهاردة المسجد مفتوح للصلاة وللسياح. طب نيجي بقى لجزء الأساطير. الأسطورة التقليدية: أحمد بن طولون مخبي كنز ذهب في المسجد، وفي واحد من الشبابيك شايل سر الكنز ده. كمان بيقولوا إن المأذنة الحلزونية كانت بتستخدم لمراقبة النجوم. أحمد بن طولون كان مهتم بالفلك. وفي قصة غريبة إن عمال الترميم في القرن ال19 شافوا ظلال بتتحرك في الساحة بالليل. يقال إن دي أرواح الفنانين اللي عملوا الشبابيك، فضلت ملازمة لفنهم. خرافات ولا حقيقة؟ الله أعلم. النهاردة المسجد لسه حي، السياح بييجوا يتصوروا جنب الأقواس والشبابيك، والمصلين بيصلوا في الساحة اللي شافت 12 قرن من الزمان. لو زرته هتحس بهيبة المكان، خصوصا لو وقفت قدام شباك من الشبابيك وتخيلت الفنان اللي عمله من 1200 سنة. المسجد ده زي كتاب تاريخ مفتوح، كل حجر فيه بيحكي حكاية. ودي كانت جولتنا النهاردة في مسجد أحمد بن طولون. لو أول مرة تشوفوني، ده برنامج حكايات البشر والحجر، ودي قناة على جناح حكاية، وأنا رشا. تابعونا عشان تشوفوا كل الحكايات اللي جاية.